ازيكم يا شباب واهلا بكم في فيديو جديد النهارده. فيديو اسطوري اسطوري اسطوري. من اهم الفيديوهات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. يعني عن لعبة اي فوتبول. في الفيديو ده يا شباب احنا هنشرح ازاي احنا نظبط النت عندنا ونخلي البنج احسن حاجة عندنا. زي ما انت شايف كده ده قبل وبعد. طبعا هو قبل زي ما انت شايف كده النت متذبذب طول الوقت، طالع نازل طالع نازل، وده جوه الماتش ما بيبقاش احسن حاجة. ف... فانت لو بتواجه نفس المشكلة دي، وطبعا احنا معظمنا كلاعيبة اي فوتبول اللي احنا بنواجه نفس المشكلة دي، فانت تابع معايا الفيديو. طبعا المباراة اللي هتيجي دلوقتي دي هتكون يعني هي انا بوريك ان انا طول الوقت انا النت عندي ستيبل، طول الوقت انا النت عندي ثابت، مش بينزل وبيطلع زي اغلب الناس اللي بنلعبها برضو. يعني انا بواجه المشكلة دي مع الناس اللي بلعبها كمان. طبعا انا راجل فرقته بسم الله ما شاء الله، يعني فرقة جامدة. 3242 ميسي الانكرا. المهم يعني معاه شوية لعيبة حلوة. وطبعا واحنا كده بنتابع كده الماتش وبنتابع الاشارة بتاعت النت. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. يبدأ بقى هنا كده الماتش. انا بس بعرض لك شوية مقتطفات كده من الماتش. طبعا انت لو تلاحظ ان قدام كمان الاشارة عنده اربع شرط. تطلع ممكن اربعة يحطها وبتنزل في تلاتة، تطلع الجول. اربعة وبتنزل تلاتة. لا تشكل اي ده خطورة ليه؟ على المرمى. ده ريكارد لان انا لم النت يحسب عندي المسافة تمام، انا بشكل النت مناسب على ما عندي يبدو، تمام. ولهذا حتى خرج زي في ما انت كرة شايف ولم كده بتطلع تسبب اي خمسة خطورة كمان على المرمى. وبتنزل. ده مش من تمريرة النت، هو سيئة ان لا هو تصل نت إلى هو اللاعب. يعني هو دفاع اللي جامد، صاحي او كانت لا له هو الكلمة بالعكس. هو العليا، لم عشان انا تمر الكرة نتنا البينية. احنا اختراق الاتنين الدفاع تمام، هنا فالماتش عندنا شغال يتطلب كويس، مجهود مفيش أكبر، اي ذكاء أكبر أيضا، نوع وفي من انواع النهاية لم يتحقق النت شيء. او اي تقطيع. ديوغو كوستا يشتت، كان هو واضح لو في انه تقطيع عازم على طبعا، فالتقطيع الاستمرار ده في بسبب ان انا الامام. عامل اعلى جودة يمدد، من هذه فرصة الفريمات، اعلى جودة جول. من دقة الشاشة، نيمار. مع التصوير. فطبعا لا لا الموبايل لا، بعيدة جدا على بيقول المرمى. ارحمني يعني. سرعة في التحول في الهجمة المرتدة. طبعا اهم حاجة بس في الفيديو ان انت تركز على النقطة اللي انا بتكلم فيها، اللي هي النت عندنا وهو دايما ستيبل. اقل حاجة بيوصل لها 3، اقل حاجة 3. بل بالعكس كمان، انا في ماتشات عندي كان بيبقى فيها 4 ثابت قراءة ساعات، ممتازة 5 للكرة، ثابت ساعات. تميز في قراءة بس ما اللعب كانش والتحرك يعني لقطع ما الكرات. كانش في دماغي لسه ان انا انزل الفيديو ده، تدخل رائع قبل وكنت الوصول بحاول إلى اظبط المرمى. الموضوع. ليونيل ميسي. المهم كرة في نتابع المساحة مع بعض الخالية كده ويبحث الماتش. عن خيارات. هنا هجمة عدى بنيمار، وتوغل ونحاول هنا. نعمل يلا بليتزاية شوت. وللأسف اتصدت. يا إلهي. أهم حاجة بس الحارس تشترك في يخطف القناة الأمام وتعمل لايك للفيديو بتصدي وتفعل حاسم زرار جدا الجرس في عشان هذه يوصلك اللقطة. بإذن الله كل جديد. دقائق وتعمل تمضي شير بدون بقى أن على قد ما تهتز تقدر الشباك، لأصحابك يبقى عشان كله التعادل يستفيد ليسيطر على والفيديو يوصل الأجواء. لأكبر عدد من الناس. أنا هنا مش جاي مبابي أديك برنامج، مش جاي أقولك حاجة فيك. نيمار. أنا جاي أقولك حاجة يا له من حرفيا أنا تصدي، مجربها، أنا يا جربتها له من فعليا، حارس مرمى، وهي يا أكتر لها حاجة من أنت ردة ممكن فعل تعملها جميلة وتفيدك جدا. إنقاذ في موضوع ممتاز البينج من وموضوع جانب النت. حارس المرمى. طبعا هو كانت ده محاولة يعني اللي احنا جيدة على هنشرحه المرمى، كمان شوية، ده خطيرة هو برضو هنا. مش الحاجة الوحيدة اللي تخلي الماتش معاك لم سلس تكتمل جدا، بحيث ان هجمة. انت تبقى بتلعب في احسن بيئة لعب. من ضمن الحاجات ان انت لازم مبابي. تخلي الاعدادات عندك. يعني انا دلوقتي اهو بواجه تمريرة مشكلة ليه؟ بسبب ان جميلة. انا رافع الاعدادات عندي بيليه. اعلى حاجة. طبعا لما ببقى مش بصور انا بلعب عادي جدا على اعلى تحية اعدادات، كبيرة على بس هي روح الفريق الفكرة العالية ان ورغبته في انت تحقيق مثلا الانتصار. عشان برضو انت الاستمرار تبقى في ضامن ان المحاولة انت أمام الماتش معاك المرمى حتى يبقى الدقائق سلس تماما واخد المتأخرة. 60 فريم، مباراة ويفضل صعبة الماتش وفيها معاك ندية سريع. كبيرة، كل انت شيء لازم يبقى تبقى وارد. عامل من الاعدادات على الممكن أن نرى ستاندرد، اللي مفاجآت هي قصدي يعني ودراما اللي في هي الجودة الملعب هذا اليوم. المتوسطة. سيرجينيو. الجودة المتوسطة اللي هي يعني مش اعلى حاجة، خليها 60 فريم وتخلي الجودة كلها متوسطة، نيمار، سواء جودة قوية من الملعب او جودة نيمار. اللاعب. الله.
دي اهم حاجة. تاني حاجة احنا عندنا شبكة اسمها ال5G. اعتقد ان احنا معظمنا عندنا الراوتر اللي هو معظمنا دلوقتي يعني بقى عنده راوتر اللي هو بيبقى فيه نوعين من الشبكة اللي هي الاتنين واربعة جيجا هرتز واللي هي الفايف جيجا هرتز. طبعا احنا هنبقى على الفايف جي اللي هي اللي احنا هنشتغل عليها. انتهى المشوار هنا ليه؟ في بطولة الكأس. لان الفايف جي مباراة انتهت بنتيجة هي مخيبة اقوى وسلبية بالذات اشارة انت ممكن للمهاجمين تلعب بيها وانت في لأنهم البيت. لم يقدموا الكثير أمام صلابة دفاعية ولو كبيرة. جربت يعني انت ممكن تجرب وتشوف هل قبل تعرف وبعد، ماذا يعني انت ممكن يعني تنقل على أن تشاهد 5G مباراة لا تحب وترجع أن تاني على اللي هي تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات واربعة من بالتأكيد لا عشرة نحب جيجا نهايتها. هرتز كانت وتشوف. رائعة بكل طبعا هنا دي تفاصيلها يعني دي الرسم بإثارتها البياني بتاع بروعتها بتاع بمتعتها، النت. زي ما انت ونحب شايف هو في أنها معظم الوقت تستمر ستيبل، بس لوقت كان أطول. احيانا بينزل، الصافرة من الحكم يعني أنهت كان احيانا بينزل اللي هي مباراة لحظة او لحظتين. للتاريخ. وطبعا ما تنساش برضه تلك يعني هي قبل ما نهاية نخش البث كده في اليوم. الشرح تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل زرار الجرس وتعمل طبعا شير لزملائك او اي حد من اصحابك. بص بقى يا صاحبي، احنا كده بقى في البداية هنعمل ايه؟ هنبدأ مع بعض الشرح واحدة واحدة. اول حاجة احنا هنعملها، احنا هنبدأ نكتب زي ما انا بكتب كده بالظبط 192.168.1.1. تمام. انت ممكن في النقطة دي تلاقي بيجيب لك مثلا اتصالك غير خاص او حاجة زي كده، فانت هتنزل تحت تكتب الاعداد، هتخش على حاجة اسمها الاعدادات المتقدمة. بعد ما تخش عليها هتلاقي بيجيب لك كلمة متابعة، فهتكمل لصفحة عادي، مش هيبقى فيه اي مشكلة من متصفح جوجل كروم عادي جدا. طبعا الحاجة اللي احنا نشتغل عليها النهاردة هي تبقى في مكان اللي هو بتاع الانترنت، فاسمها الكيو او اس. هي دي اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة. هي طبعا هي عندي دلوقتي اون، بس عندك انت مش تبقى اون، عندك انت هتبقى اوف. وطبعا احنا بعد ما هنعمل لها اون هنعمل لها ابلاي. واهم حاجة انت في كل حاجة انت بتعملها انت لازم تعمل ابلاي. لازم ابلاي دي اللي هي زي تأكيد او ان انت عملت تأكيد، يعني زي تأكيد. فاحنا هنا هنشتغل على النقطة دي. بس قبل ما نشتغل على النقطة دي احنا في حاجة لازم نعملها الاول، وهي ان احنا نثبت الاي بي بتاع الجهاز بتاعك. فهنخش على اللان. بعد ما نخش على اللان طبعا احنا عندنا كلنا اي بي في 4. هتخش على حاجة اسمها دي اتش سي بي، ثواني، دي اتش سي بي بيندنج اللي هي اللي تحت دي فيها هتعمل ايه؟ دي فيها هتعمل كالاتي. هتخش هتكتب اسم جهازك مثلا، وليكن انت عايز تسميه ايه، اي حاجة زي ما انت شايف كده. بعدها هتخش هيقولك سيلكت، انت بتختار من الاجهزة اللي هي متصلة فوق، ولازم أن يكون جهازك متصل بالراوتر ده اكيد يعني. بعد ما بتختار ادي انا اخترت اهو كده، فجاب لي كده الماك ادرس بتاع التليفون بتاعي. كده عندك الاي بي. هتجيب الاي بي منين؟ تعالى هقول لك هتجيب الاي بي منين. هتخش عندك على الاعدادات في الراوتر، يعني في اعدادات الراوتر، مش في الراوتر قصدي، معلش، في اعدادات التليفون في الواي فاي. هتنزل هنا، هتضغط على المزيد، هتنزل تحت خالص عشان تدور على الاي بي. هتلاقي عندك الاي بي اهو زي ما انت شايف، ده الاي بي بتاع الجهاز بتاعك. فانت عايز تثبت الاي بي ده بحيث ان انت تقدر بقى تعمل الخطوة اللي جاية. احنا رحنا فين؟ تمام، احنا كده رجعنا مكان ما كنا تاني. هتخش بقى هنا هتكتب ال192.168.1.6 اللي هو اي بي جهازك، وباسم جهازك وبالماك ادرس بتاع جهازك. كده انت هتبقى عملت ايه؟ كده انت تبقى ثبت الاي بي. بعد ما بنثبت الاي بي ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في الخطوه اللي هي اللي انا وريتها لك، اللي هي هنشتغل عليها، اللي هي اللي في الاول. هتعمل طبعا ابلاي زي ما انت شايف، بس انا طبعا مش هعمل ابلاي لان انا ما عنديش جهاز بالاسم ده، وطبعا انا يعني كده كده مخلص اجهزتي وعاملها. المهم ما علينا، نخش على الخطوه اللي بعدها. احنا هنا هنرجع تاني على الانترنت. تمام زي ما انت شايف كده. هتخش على الكيو او اس. طبعا احنا هنا طبعا هتبقى عندك كده، هتبقى عندك اوف، فانت تعمل لها اون، وبعد ما تعمل لها اون تعمل لها ابلاي زي ما انت شايف. هيجيب لك كده رساله بالاخضر كده، انت زي الفل. هتخش بقى على الكيو او اس ادفانس اللي هي الاعدادات المتقدمه يعني بتاعت الكيو اس. زي ما انت شايف هنا كده، ده الجهاز بتاعنا مظبط له الاعداد بتاعته. طبعا عارف لازم تبقى انت عارف الابلود عندك كام والداونلود عندك كام.
دي هتحسبها من اي برنامج بيقيس سرعة عادي جدا، فاست سبيد، اي حاجة من الحاجات دي. آه، طبعا هنا انا اوريك مثلا احنا نعمل جهاز جديد اسميه مثلا جيمنج اختصار. تمام، دي احنا طبعا بنشتغل دلوقتي في الابلود. طبعا انت كل جهاز هتعمل له ابلود وداونلود. تمام كده. تمام، نكمل بقى هنا مع بعض. زي ما انت شايف كده هنكمل. طبعا هنا عند ال السكادول دي هنخليها اعلى حاجة. بعدها عند الابلود ماكس، انت هتشوف الابلود عندك كام. مثلا الابلود عندك طلع فرضا يعني اي رقم بقى، اي رقم مثلا 5، فانت اكيد مش تكتب 5، هتكتب 5000. الابلود مثلا طلع عندك 4، هتكتب 4000، وهكذا. 3 هتكتب 3000. طبعا احنا هنا عشان انت يعني ما تسحبش النت من اللي حواليك كلهم. انت انت لو هو عندك 4 فانت هتكتب 3 ليه؟ عشان تسيب 1 ميجا ابلود لباقي الشقة، او لو في حد بيستهلك معاك. بحيث ان انت في الاوقات اللي انت بتبقى محتاج فيها ان انت البنج عندك يبقى تمام قوي، يسحب لك انت 4 ويسيب لهم هما 1، بحيث ان انت عندهم يبقى شغال. او تقسمها بالنص بينك وبين اللي حواليك، يعني مثلا هما 4، هما 2 وانت 2. تمام، فهتكتب 2000. تمام زي الفل. بعد كده طبعا هنختار اي بي في 4 زي ما انت شايف كده. وهتكتب بقى هنا الاي بي بتاعك اللي انت ثبته، اللي هو 192.168.1.6. وهنا طبعا دي بتبقى 32 او 64، بس هي في الغالب مش تفرق كتير، يعني انا كده كده بعملها 32 على طول. وهتعمل ابلاي، هنا هيجيب لك رساله بالاخضر كده انت تمام قوي. طبعا انا هنا هحذفها لان انا مش محتاجها، لان كده هبوظ الاعدادات اللي انا عاملها للجهاز بتاعي، فهنحذفها هنا. انا كده حذفتها. هتعمل بقى بعد كده الخطوه التانية اللي هي الداونلود. انت هتشوف مثلا الداونلود عندك كام. عندك هنا طبعا قال على الداونلود، هنكتب هنا مثلا، هنكتب طبعا هنا مع بعض 30. بس مش تكتب 30، هتكتب 30,000. تمام، هنكتب 30,000. هنا انا زودت صفر طبعا، ما علينا. هتكتب 30,000، 30 يعني 3 و4 اصفار. تمام. طبعا انت كده لما تكتب الرقم ده، فبالتالي انت كده تبقى سحبت السرعة كلها ليك في الداونلود، فده كده طبعا مش هينفع. فانت زي ما انت هتشوف كده دلوقتي، انت هتلاقيني انا مخصص مثلا ليا انا 20 داونلود. طبعا الرسالة اللي بالاحمر دي مش تظهر لك، مش تظهر لك خالص، لان انا عامل داونلود قبل كده للجهاز بتاعي، فهو طبعا بيقول لي ان انت مش هينفع تعمل داونلود تاني. طبعا زي ما انت هتشوف كده دلوقتي، انا كده كده عامل داونلود قبل كده للجهاز بتاعي. زي ما انت شايف انا مش طبعا مش ساحب ال30 كلهم ليا، لا انا مخلي ليا 20 بس. فانت نفس الكلام اللي هتعمله بالظبط، انت هتعمل نفس الحركة بالظبط عندك. انت مثلا حابب تنصصها تخليهم هما 15 وانت 15، تمام. حابب ان انت تاخد 20 برضو وتسيب لهم 10، مفيش مشكلة. تمام، نكمل مع بعض. هنا طبعا زي ما انا قلت لك، حابب تخليها نص بالنص ليك، حابب تخليها 20 ليك و10 ليهم، على حسب بقى اللي انت عايزه. هي كده كده مش هتأثر عليهم كتير. طبعا لازم بعد كل حاجة انت بتعملها لازم تعمل ابلاي، او على حسب هي عندك هتبقى ايه في التليفون عندك، بس ليها كلمة تأكيد يعني اللي هي ابلاي. وبكده نكون احنا ظبطنا الاعدادات كلها، وهتلاقي النت عندك بقى طلقة بمعنى الكلمة. زي ما انت شايف كده، هتشوف في السكرينات اللي انا حاططها لك، وطبعا وريتك قبل وبعد في اول الفيديو، هتلاقي النت عندك تمام. بس اهم حاجة بقى اللي هي الخطوة الجاية دي، اللي هي نقطة ال5G، لازم انت تبقى متأكد انها متفعلة عندك. زي فوق كده انت شفت هتلاقيها اون الاتنين شغالين. هتنزل هنا على ال5G، هتخليها نفس الاعداد كده اللي هي الميكسد دي، وهتخليها اللي هي 80 جيجا هرتز او ميجا هرتز. هتخليها اعلى حاجة، وهتخليها هنا 100%. ده لازم. هنا بقى انت هتختار السيرفر اللي هو اللي انت تبقى عليه. انا شايف ان يعني لحد دلوقتي افضل سيرفرين اللي هو 36 وال40 وال48 اللي انا عليه، فانت هتجرب ما بينهم لحد ما تلاقي اكتر حاجة مستقرة عندك واكتر حاجة كويسة عندك. وطبعا هتعمل ابلاي. بعد ما تعمل ابلاي، يعني انا مش هعمل ابلاي لان هي كده اوريدي عندي انا تمام. هي كده كده هي عندي تمام.
بس كده وكده بنكون انتهينا من كل الاعدادات، وهتخرج بقى ما وتبدا بقى تنساش بقى تلعب هنا براحتك. اللايك والاشتراك وتفعل زرار الجرس يا صاحبي. بما انك وصلت لحد هنا فليك مني كامل التحية. وزي ما انت شايف كده دي استعراض كده لشوية يعني شوية رسم بياني كده للشبكة وقت المباريات بعد ما عملت الحركة اللي احنا لسه عاملينها من شوية دي. وطبعا انا حابب اقول لك اهم حاجة انت بس برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايزك تعملها. لو انت لسه ما بدأتش زي كده وما لعبتش لسه ولا ماتش، اهم حاجة انت لازم تعملها هي ان انت لازم تعمل تشكيلة قريبة من الشكل اللي انا عامله ده. انا هوري لك برضو التشكيلة تاني. التشكيلة دي يعني عامة هي بتتعمل وليها كذا شكل وليها كذا طريقة. اهم حاجة انت لازم تعمل تشكيلة زي دي. وطبعا انا هنزل لكم فيديو صغير كده عن التشكيلة وعن التعليمات الفردية. وطبعا برضو حاجة كمان، ما تنسقش ورا اي حد يقعد يقول لك توقعات ومش توقعات. زي ما انت شايف كده هم اللعيبة اللي نزلت معانا هم الثلاث لعيبة دول بس. وبإذن الله خلاص بعد بكرة هنشوف ايه اللي هينزل معانا. وانا وصلت للنهاية. استنوا فيديوهات تانية كتير واشوفكم على خير. يلا سلام.